اهلا بيكم في قناه طبخه وفكره. النهارده هنعمله سمك بصلصه العادي خالص بتاع امهاتنا من غير اي افتكاسات، وهيطلع ماكق جميل وان شاء الله هيعجبكم. دلوقتي هنعمله الصلصه. الاول هنقطع بصلايه زي ما انتم شايفين كده، نحطها تصفر او تحمر سيكه كده زي ما انتم شايفين، وبننزله على ان هنا بس بظبط الكاميرا ما كانتش مظبوطه. بص توصل للون ده دلوقتي الصلصه او تغذيه السمك، وننزل عليها بنص معلقه توم، التوم العادي بتاعنا كده، وبنخلي التوم بس ياخد تشويحه يطلع ريحته مع البصلايه، ونكون ضاربين نص كيلو طماطم على حسب الكميه اللي انت عايزاها، وبتنزلي بيها زي ما انت شايفه كده، وبتبهري بقى ايه زي ما انت. انا بقى ما بحبش البهار ولا بهارات سمك ولا اي حاجه، بنعمل زي ما كانت امي ما كانت بتعمل. بجيب ايه بقى، نص معلقه كمون على نص معلقه كزبره وبس، ما في ما نزودش كده عشان ما نضيعش ونغير طعم الصلصه او تخديعه السمك، بتطلع جميله وان شاء الله هتعتمديها. هنا حطيت نص المعلقه كزبره وكمون والملح بتاعه العادي. وهنا حته تومه كمان عشان الصلصه بتحب التوم، تغذيه السمك بتحب التوم يعني، او زي ما انتم شايفين كده. وقرن فلفل بقى سبايسي كده لو انت عايزه، مش عايزه تلغيها، وتسيبها تتسبك على نار هاديه لحد ما تتقل وتبقى معاكي بالقوام اللي انت عايزاه. هنا معايا نص كيلو سمك او كيلو على حسب الكميه والحجم اللي انت عايزاه. هنا الحجم ده عاجبني جدا، ويعني ايه على قد ايدي وحلو، وان شاء الله هيطلع طعمه جميل احلى 100 مره من الكبير. بص بقى الحشوه بتاعته، نص معلقه توم، نص معلقه فلفل احمر، وكان عندي ليمونتين كده قربوا يبوظوا، رحت واخداهم وحطاهم فين على الليمون، عصرتها زي ما انتم شايفين كده، ونص معلقه كزبره ونص معلقه كمون. دي الحشوه بتاعه السمك. وخدوا بالك القشر ده انت مش هترميه، انت هتحطيه فين في الطاسه مع قلي الزيت عشان يمنع اي ريحه زفاره تطلع معاكي. بتحشي السمك، وخدوا بالكم السمك الطازه بيبقى احلى 100 مره من اللي تحطيه في الفريزر. ده انا كنت حاطاه في الفريزر طلع مفتل ومش حلو. الطازه ان شاء الله تجيبي نص كيلو بنص كيلو احلى ما تخزني، ما بيبقاش حلو. هنا بقى جبت الدقيق بتاعي من غير اي افتكاسات ولا اي حاجه، زي امي معلمتني وزي امهاتنا كلنا. بتبدريه زي ما انت شايفه كده، بتحطيه من بره ومن جوه، بتقلمي السمكيه فيه بعد ما حشيتيها، وبتحطيه كده. في اللي بيحب يزود معلقه نشا عشان القرمشه، ممكن اي حد عايز يضيف حاجه يضيف براحتكم انت. وبتكوني مسخنه الزيت على النار، طاسه زيت زي ما انت شايفه، بتنزلي بقشرتين الليمون اللي قربوا يبوظوا. الليمون ده بيمتص الزفاره وبيمتص اي حاجه وحشه انت مش عايزاها. تمام. بتنزلي زي ما انت شايفه كده في الطاسه، الزيت بس يكون سخن عشان ما يلزقش منك. ماشي. وبتحمري التحمير العادي جدا اللي احنا عايزينه. طبعا بتكون التخديعه اتسبكت زي ما انت شايفه. بص القوام بتاعها اهو، تقيل وجميل وريحتها روعه. مفيش احلى من اكل البركه واكل امهاتنا يا جماعه. بتنزلي بقى على السمك كده زي ما انت شايفه اهو. بتنزلي بقى وبتسيبيه قبل الاكل زي ما تقول ايه بنص ساعه، يكون شرب من التخديعه بتاعته والطعم، وخد الطعم الطماطم وطلع طعم وفي منتهى الجمال. لو عجبتك لايك وشير، وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وشويه بقدونس بقى من فوق كده، وبألف هنا وشفا. مع ألف سلامه.